طالب كلية الأسنان يكشف كواليس حادث الجلالة المؤلم ويبرئ السائق من تهمة المخدرات. السواق ما كانش قدامه حل بعد ما الفرامل شاطت، وهو ما كانش عاوز يخوفنا، وكان بيحاول يسيطر على عجلات الباص بسبب منعطفات الطريق. قال لنا يا هنقع من على الجبل يا هنقع على الطريق، وقال لنا كلنا نيجي في جنب واحد عشان يقدر يتفادانا. تعالوا نشوف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طلبة كلية الطب والصيدلة. أنا خالد محمد، طالب كلية طب أسنان في جامعة الجلالة. أنا كنت في الباص اللي عمل حادثة امبارح، وهحكي لكم بالظبط اللي حصل. أنا كنت طالع من الجامعة زي كل يوم، المفروض إن في باص 14 راكب بيحمل. خارج من الجامعة اليوم ده كان في باص 50 راكب اللي هو اللي عملنا في الحادثة. بعد ما ركبنا وحمل ومشينا، نمت 10 دقايق. صحيت على صوت صويت وكده، ان في ريحة شط في الباص. في وكان في واحد فتح الباب الخلفي اللي في الباص، فتحه. كنا بنقول للسواق ان يقف وكده، ده في ريحة شط. هو بيقول لنا لا ده عادي، بس الظاهر كده ان الفرامل كان فيها مشكلة، وهو عارف كده بس مرضيش يقول. جينا عند منعطف كده، هو خدوه، الباص اتقلب بينا 3 مرات. انا طبعا انا كنت الجانب اللي مش اللي اتقلب فيه، يعني انا كنت الجانب التاني. الحمد لله عرفت اخرج، وفي ناس كتير مخرجتش واللي توفى ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر عليهم. حرفيا انا وخمسة بس اللي طالعين، يعني يمكن كده مات بس وكده. الحمد لله عملت اشعة، الحمد لله طلع كسر بس في الضلع الثامن. دي مش حاجة بالنسبة اللي انا شفته، المشاهد اللي انا شفتها. ربنا يكون في عونهم بجد، ربنا يكون في عونهم.